السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتي وفي مطبخي ديليسيوس كويزين لوليتا. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم طريقة حفظ وتجميد ديال الفريصة ديال الفخيز او الفراولة. فهذا هو الوقت ديالها، كتواجد به واحد الكميه اللي هي كثيره وبواحد الثمن اللي هو مناسب. انا صادفت وجبرتها بواحد الثمن اللي هو ناسبني، فاش جبت منها واحد الكونتيتي اللي هي كبيره. ان شاء الله غادي نعمل لكم بها وصفات عصائر وكذلك مربى. فاليوم غادي نوريكم الطريقه ديال الحفظ وديال التجميد ديالها، وهكذا نستغلوها في هذه الوقيته هذه. وبما ان حلول ديال شهر رمضان غادي يقرب، فنجمدوها نحفظوها باش هكذا نستعملوها في العصائر الشهر الكريم. فانا عندي هنا تقريبا 2 كيلو. فاول حاجه انا كنخليها بهاد العريشات ديالها، ما كنزولهم نمشي، كنخليهم وكنغسلها. علاش؟ باش ملي كنغسلها ما اذا زولت لها هاد الطربوش ديالها وغسلتها فهي كتشرب بزاف الكميه ديال الماء. فانا ما غاديش نزول لها الطربوش هذا حتى غادي نغسلها، عاد نزول لها الطربوش هذا، غادي نغسلها مزيان وغادي نزول لها ديك الماء، ومن بعد عاود نعملها في واحد البانيو ديال الماء واحد اخر، وغادي نعمل لها واحد المعلقه صغيره ديال الخل الابيض او 2 معالق صغارين ديال الخل الابيض. هكذا كتغسل لي جميع الجراثيم اللي كيكونوا فيها، ولكن نخليها تقريبا غير واحد الدقيقه وغادي نزولها من هذاك الماء نصفيها، حيت اذا طولنا فيها غادي تعجن وغادي تهرى اولا غادي طيب. وانا ما خصنيش نطيبها، انا خصني غير نقتل لها ديك البكتيريا اللي كتكون فيها. كذلك اللي ما عندوش الخل يقدر يعمل لها معلقه صغيره ديال جافيل، حتى هو كينفع في هذه الحاله هذه. فانا غادي نمشي غادي نغسلها وغادي نخليها تقطر، ونرجعوا ان شاء الله باش نشوفوا التتمه ديال الوصفه ديالنا. كتقطر لي الفريسه ديالي وكنخليها كنخليها تقطر، كنكون زولت لها هذاك العريش ديالها. غادي نوريكم كيفاش كنقطوها وكنزول لها هذا العريش هذا. كيبقى لنا غير هذا هنايا. فنحاولوا اننا ما نعملولاش الموس، لان الموس مع الفريسه كتاكسد بزاف. فغادي نزول لها غير هاد العريشات هكذا صافي بهاد الطريقه هذه. وهكذا غادي ندموها انها تبقى مده اطول في الفريغو او في الكونجيلاتور. دابا عندي هنا هاد لي بلاستيك اللي هما ديال الكونجيلاتور، كاين اللي كبارين، كاين ستيتويل وكاين الموين على حسبكم نتوما، اولا البلاستيك اي بلاستيك عندكم متوفر ديال الكونجيلاتور. وهكذا غادي نعملوهم، غادي نخبعوا الحبات اللي حنايا بغينا، القياس اللي غادي نبغيو، باش اون فوا غادي نجبدوهم من الكونجيلاتور ما غاديش نبقاو عاد نفرقوهم. غادي نجبدوهم وغادي نخليوها غير 1 دقيقه ولا 2 دقائق صافي ونعملوهم. فهذا هو الشكل النهائي، وهادو هما الكميات اللي انا عملتهم في البلاستيك اللي غادي نحتاجهم انا في الكونجيلاتور حسب الكميه اللي غادي نحتاجها كل مره. كنتمنى ان الحلقه ديال اليوم تكون خفيفه ظريفه عليكم. فهي ماشي وصفه ولكن كتدابير منزليه. اذا عجبكم بحال هاد الحلقات بحال هادو خليهم لي في التعاليق، وان شاء الله نقدم لكم المزيد والمزيد. نتمنى ان تكون الحلقه اليوم عجبتكم. ما تنساوش تدعموني بالتعليقات ديالكم وبلي لايك، وتواصلوا معايا على مواقع التواصل الاجتماعي ديالي. نخليكم باذن الله مع وصفه مقبله ان شاء الله.